السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معايا كده هعمل كيكة الخلاط. سهلة جدا ومش هتاخد في ايدينا حاجة خالص. حاجة حلوة وبسيطة تتاكل في الشتاء. معايا هنا انا جبت الخلاط وهحط فيه 3 بيضات. تمام، عايزاكي كده الاول تشتركي في الفيديو، تعملي لايك وتشتركي في القناة لو مش مشتركة. تمام كده هنحط ال3 بيضات. واحط عليهم كيسين فانيليا. ونزلت بكوباية زيت. انا هشغل الخلاط بقى، وحطيت عليهم برضو كوباية سكر. تمام، يبقى في الخلاط 3 بيضات، كيسين فانيليا، كوباية زيت، كوباية سكر. هبتدي اضربهم. انا هنا بقى بفتح الخلاط من فوق كده ونزلت بكوباية لبن. ممكن عادي اضيف كله مع بعضه في وقت واحد، مفيش مشكلة يعني. انا نزلت بكوباية اللبن عليهم وضربتهم كويس جدا. هنا بقى في البولة دي انا حاطة 2.5 كوباية دقيق منخولين. هحط عليهم كيس كيك شيف او كيس بيكنج باودر اهو. نزلت عليهم. ان شاء الله الكيكه دي هتعجبكم جدا، حلوه جدا في الشتاء. انا كده قلبت المواد الجافه مع بعض وحطيت عليه الخليط اللي في الخلاط اللي احنا ضربناه. 3 بيضات وكيسين فانيليا، كوبايه زيت، كوبايه سكر، كوبايه لبن. ضربتهم كويس جدا. ونخلت 2.5 كوباية دقيق عليهم كيس كيك شيف. وبقلب كل الخليط مع بعض. طبعا قبل ما اشتغل كنت مشغله الفرن يسخن. متنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناه لو مش مشتركه. بقلب في اتجاه واحد. تمام. ده سمك العجينة كده. جبت هنا معلقة خل واحدة ونزلت بيها وبرضو هقلب. تمام كده الخليط خلاص جاهز عندنا. هنا بقى بحضر صينية دهنتها بالزيت او اي مادة دهنية وبطنتها بالدقيق. هنا هحط بقى خليط الكيكة فيها في الصينية.
تمام كده. بعد ما فضيت كل الخليط هنا بقى انا جهزت خلاص التانية خلاص تمام خلصت، بس هستنى ادخل الاتنين مع بعض. هنا انا جهزت نفس اللي احنا عملناه بس ضعفت المقدار. يعني المقدار ده هنا مضاعف للتاني، 6 بيضات، كوبايتين لبن، كوبايتين سكر، كوبايتين زيت، 5 كوبايات دقيق، كيسين كيك شيف، علشان الصينية دي كبيرة. هنزل بنص الخليط في الصينية، طبعا برضو متبطنة بالدقيق. انا بس دي انا عملت نفس اللي عملته في التانية، وحبيت اكمل بس معاكم عشان تشوفوا انا عملت ايه في دي. كده ده نص الخليط حطيته في الصينية. النص التاني عندي كاكاو، ده هنا كاكاو الخام بتاعي، كانوا حبة صغيرين، كانوا كملت بكاكاو عادي. هتحطي الكاكاو على قد ما تحبي اللون، عايزاه فاتح يبقى حطي مثلا حاجة بسيطة لحد ما اللون بس يعجبك، عايزاه غامق بتزودي شوية. وهقلب بقى. ده اللون اللي انا عايزاه. انا زودت على فكرة كاكاو تاني وقلبت لحد ما اداني اللون اللي انا عايزاه. هنزل بيه على نص الخليط الابيض ده. تمام، انا نزلت كده بكل الخليط معايا. الفرن طبعا سخن. انا حطيتهم بقى الصينيتين مع بعض في الفرن. تمام كده. حطي اللايك بقى عشان اقولك هعمل ايه تاني دلوقتي. دلوقتي بقى عقبال ما الكيكة تستوي، انا قلت اعمل كوبايتين نسكافيه. الناس بقى اللي ما عندهاش مضرب نسكافيه عشان تعمل الرغوة، هقول لكم انا بعملها ازاي. حطيت هنا المجين، وحطيت في كل مج السكر بتاعي حسب الرغبة، ونزلت بكل مج بكيس نسكافيه. تمام معايا كده لحد كده. اهو انا عندي بقى المضرب ده، مضرب بيض عادي صغير، مضرب اليدوي ده. وحطيت في كل مج شوية مية. تمام معايا بقى المج ده انا بعمله ازاي. بحطه بين ايدي كده واقلب. انا كده على فكرة انا ما جريتش الفيديو خالص ولا فصلت الفيديو. انا كده انا بعمل اول مج ده معاكم كده على الطبيعة عشان تشوفوا ما خدش وقت معايا خالص. عمل الرغوة حلوة جدا والرغوة كتير، وانا ما جريتش الفيديو عشان تشوفوها. بصوا لونها فتح ازاي. بصوا الرغوة كتيرة جدا، وبعملها ما بتاخدش وقت خالص. لو ما عندكيش المضرب بتاع النسكافيه انا بعملها كده على طول. بصوا الرغوة تحفة. هنا بقى هعمل كمان المج التاني، بس هفصل الفيديو وارجع تاني. انا اول مج ما جريتش الفيديو ولا فصلته خالص، انا عملته معاكم والفيديو شغال عادي، عشان بس انت يعني تشوفوا ان هو ما خدش وقت معايا خالص. لو عجبتك الرغوة بقى حطي اللايك.
هنا بقى خلاص عملت المجين، اللبن معايا سخن وهنزل بيه. ده كله انا بعمله والكيكة في الفرن. بصوا الرغوة. متنسيش تحطي اللايك بقى. تمام، عملنا طبعا صينيتين الكيكة وكوبايتين نسكافيه، ما خدوش معانا حاجة خالص. معايا هنا بقى حبة كاكاو وحطيت على الوش شوية بقى كده. هنا بقى اهي اول صينية طلعتها معايا اهي، بختبرها بالخلة مستوية واترفعت وتحفة. جربي المقادير دي هتعجبك جدا. هوريكي الصينية التانية. ودي الصينية التانية اهي معايا، برضو استوت، مفيش حاجة طلعت في الخلة. جربي المقادير دي هتعجبك جدا وسهلة جدا ومتاخدش وقت خالص. على فكرة انا قطعتها سخنة عشان اوريها لك. جربي بقى مقادير الكيكة دي هتعجبك جدا. هنا انا قطعتها خلاص، برضو مقطعها وهي سخنة مع كوباية النسكافيه. جربي المقادير، مقادير سهلة ومظبوطة، مش تاخد منك اي حاجة، هتعمليها وانت واقفة. وجربيها ومتنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو مش مشتركة. والف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.